وقال الغندور: الأهلي يشترط 10 مليون دولار حق رعاية في كأس العالم للأندية. الدردير يوجه الدعم لزيزو، وكتب عمرو الدردير: لو مش حد عن أهم لاعب في الزمالك وأفريقيا، مين غيره يستحق الدعم؟ أكد الإعلامي أمير هشام: المؤكد أن وسام وبن شرقي سيتواجدان في لقاء الأهلي والزمالك 22 فبراير. وقال الإعلامي خالد الغندور إن النادي الأهلي علق المفاوضات مع اللاعب كوتيسا جناح نادي سيرفت السويسري بسبب غموض موقف اللاعب. وقال دي بروين في تصريحات: مرموش لاعب مدهش، لقد أظهر جودته أمام تشيلسي، كنا نفتقد للاعب مثله يجيد اللعب في أكثر من مركز والركض خلف المساحات. وقال إسلام فتحي: الأهلي كان يبحث عن صفقة جماهيرية، لذلك يتعاقد مع بن شرقي. وقال سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية: زيزو لاعب الزمالك تواصل مع مصطفى محمد في الأيام الماضية من أجل إقناعه بالعودة لصفوف الزمالك في الانتقالات الشتوية الجارية. وكتب الدردير: الزمالك دخل في مفاوضات جادة مع سيرفت السويسري من أجل ضم كوتيسا. الإعلامي أمير هشام: معلول أصبح خارج الأهلي بنسبة كبيرة، ونسبة بقائه لا تتخطى 1%. من الصعب قيد معلول إلا في حالة جلب لاعب أجنبي تحت السن أو ضم لاعب فلسطيني. قال الإعلامي خالد الغندور أن نادي الزمالك اقترب من التعاقد مع مدافع كونغولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وأكد الغندور خلال برنامجه أن هناك سريتان على الاسم منعا لفشل الصفقة. وتابع: المفاوضات يقودها أحمد حسام ميدو بالتنسيق مع مجلس الإدارة والحسم خلال الأيام المقبلة. وقال شوبير في تصريحات إذاعية: ختام معلول لابد أن يكون جيدا، لازم يخرج بأحلى صورة من الأهلي بعد كل اللي قدمه للنادي، لأنه نموذج مشرف. وأضاف: لو أنا مسؤول كنت هخلي معلول يكمل لنهاية الموسم مع الأهلي، النادي لازم يحسس اللعيبة بالألفة ويكرمه. الجميل في معلول أنه لم يغب عن تمرينة واحدة مع الأهلي برغم الوضع، ولن يلعب في مصر لنادي آخر سوى الأهلي إذا رحل. علق الإعلام الرياضي أحمد شوبير على ما يتردد حول موقف الأهلي المالي بعد حسم صفقات هامة خلال الميركاتو الشتوي. وتابع: النادي بيحصل على البطولات الإفريقية فبيزود رعاياته ويخلي له عروض رعاية كثيرة، هو ده الكنز، خليك شاطر واعمل زيه واكسب بطولات. وكتب الدردير: صلاح أفضل لاعب في العالم. أكد الإعلامي أمير هشام: نادي مونبليه هو من طلب 6 مليون يورو نظير التخلي عن التعماري، بينما الأهلي عرضه لم يتخطى 3 مليون يورو، ولذلك كان هناك فارق شاسع بين المطلوب من النادي الفرنسي والمعروض من جانب مسؤول القلعة الحمراء. وتابع: هل يتم التفاوض مرة ثانية؟ الأمر سيحسم بشكل رسمي يوم الاثنين المقبل بعد الاجتماع بين محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد رمضان المدير الرياضي. اتهام لمجلس الزمالك: الغندور: هناك حملة ممنهجة لتوسيع الفجوة بين زيزو والجماهير. تعرف على القيمة المادية لصفقات الأهلي والزمالك. وكتب خالد طلعت: القيمة المادية لصفقات الأهلي والزمالك: أولا، الأهلي المهاجم السلوفيني جراديشار مقابل 1.1 مليون دولار، 55 مليون جنيه مصري. المدافع مصطفى العش استعارة من نادي زد لمدة 6 شهور مقابل 23 مليون جنيه مصري. أحمد رضا لاعب وسط بتروجيت مقابل 25 مليون جنيه مصري، زائد إعارة 2 لاعبين من الشباب. محمود حسن تريزيجيه من نادي تركي مقابل 1.6 مليون يورو، أي ما يعادل 85 مليون جنيه مصري. المغربي أشرف بن شرقي من الريان القطري مقابل 900 ألف دولار، قيمة الشرط الجزائي أي ما يعادل 45 مليون جنيه مصري. إجمالي صفقات الأهلي 233 مليون جنيه. الزمالك المدافع أحمد حسام من الجونة مقابل 11 مليون جنيه مصري. لاعب وسط محمود جهاد من فاركو مقابل 30 مليون جنيه مصري. إجمالي صفقات الزمالك 41 مليون جنيه مصري. إسلام فتحي: خروج عبد الله السعيد أثر على أداء الزمالك وفتوح مشتت ذهنيا في الملعب. قال الإعلامي خالد الغندور أن صفقة محمود جهاد لاعب وسط فاركو كلفت النادي الأبيض 25 مليون جنيه سيسدد بعد 6 شهور بضمان أحد رجال الأعمال الزملكاوية. وأوضح الغندور أن شيكابالا يحصل على عقده كامل من ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق. وجه محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي رسالة قوية إلى أكرم توفيق: من حق لاعب الكرة أن يبحث عن الاحتراف، ولكن لازم يتبع الأصول إنك تخطر النادي برغبتك في الرحيل، ما ينفعش اللاعب
يقعد يماطل عشان يجدد عقده. أكرم توفيق لم يتبع الأصول مع النادي الأهلي في موضوع احتراف. الغندور: مصير جروس مع الزمالك معلق بمباراة القمة المقبلة. وزارة الرياضة: لم نضغط على مجلس الزمالك للرحيل، واستقالة أحمد سليمان لم تصلنا. كشف مسؤول اتحاد الكرة أن أحمد فهيم عضو مجلس الإسماعيلي مهدد بالشطب بسبب نزوله أرض الملعب بمباراة طلائع الجيش والاعتداء على الحكم نادر قمر الدولة. تقرير الحكم ومراقب المباراة وكذلك اللقطات التلفزيونية أثبتوا تورط عضو مجلس الإسماعيلي وهو مهدد بالشطب، وأقل عقوبة ستوقع عليه هو الحرمان من دخول الملاعب لعدد معين من المباريات. قال الإعلامي خالد الغندور أن نادي بتروجيت حصل مساء الأمس على توقيع مصطفى أبو الخير متوسط ميدان الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.